الرحمن الرحيم. علي معقلي، عضو في المجلس الوطني لمتطوعي المسيرة الخضراء. حصل لنا الشرف اليوم باش نحييو الذكرى 47 سنة، وهذا فضل من الله اللي طول لنا العمر. عشنا دابا هذه الذكرى هذه اللي كنا حييناها ولبينا فيها النداء المغفور له الحسن الثاني في 75، واليوم الحمد لله راحنا مسرورين ملي كنحييو الذكرى 47، وهذا فضل من الله العظيم. وكنحييو المجتمع المدني اللي اليوم حتى هو كله كيأزرنا في هذه الذكرى هذه، والحمد لله والشكر لله. وديما كنبقاو مجندين مع سيدنا محمد السادس اعزه الله، والصحراء مغربيه وغادي تبقى دائما مغربيه الى ان يرث الله الارض ومن عليها. وتحيه لجميع اخواننا الصحفيين على التغطيه العظيمه اللي دايرين، وكنحييهم جميعا. وهذا راه شرف للمتطوعين، وهذه الذكرى هذه راه المملكه المغربيه كلها فرحانه بها ومحتفله بها، وشعارنا الخالد دائما هو الله والوطن الملك. السلام عليكم، تحيه طيبه للجميع، تحيه نضاليه. مرحبا بكم جميعا في هذا اليوم التاريخي الذي يجسد حدث المسيره الخضراء المضفره. وفي هذا اليوم تنطلق مسيرة أخرى مجسدة من طرف ساكنة مولاي رشيد وسيدي عثمان وجميع المشاركين من جميع بقاع المملكة الحبيبة. كاين جمعيات المشاركة من جميع كذلك مناطق المملكة، من العيون، من الداخلة، من برشيد، من ديونة، جميع سيدي سليمان، بن سليمان، القارة، برشيد، خريفقة، طنجة، من طنجة إلى القويرة. مرحبا بالجميع، مرحبا بالشباب، مرحبا بجميع الفعاليات المجتمع المدني من جميع بقاع المملكة. هذا يوم تاريخي لن ننساه أبدا، وكما علمونا أجدادنا كذلك نعلم كذلك أولادنا وأحفادنا بإذن الله، وتبقى هذه المسيرة وهذا الحدث تاريخي على طول الزمان إن شاء الله. شكرا لكم على الحضور ديالكم انتم كصحافة، شكرا للحضور الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم السيدة لطيفة منجي، عضو جامعة المجتمع المدني المغربي. شكرا. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات.